بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ده فيديو انا جايه انصحكم بيه بصراحه، يعني مش حاجه. دي مانجا كانت متخزنه، انا دي واخداها من حماتي بصراحه. يعني انا ما بخزنش المانجا كده. آه لان في كتير، انا قبل كده خزنتها مره كده وما عجبتنيش نهائي خالص. انا عندي ان انا اخزنها، لا اقشرها خالص، اشيل القشر من عليها خالص واقطعها شرايح واحطها في اكياس. لان كده لازم، يعني انا لو جيت دلوقتي اضربها لازم يعني ان انا هاخد، يعني اجي اقشرها، المانجا من جوه هتطلع بالقشر يعني شويه كتير جدا، ههدر منها كتير. يبقى لازم اضربها بقشرها. فانا لما بجيب المانجا ما بخزنهاش كده، انا بشيل القشر. في ناس بتضرب انا عموما بضرب القشر لوحده، برضو بيبقى طعمه تحفه وبصفيه. بس ده يعني معروف ان هو القشر بتاع المانجا اللي مضروب لوحده، مش المانجا بالقشر. وبفرز المانجا لوحدها، بقطعها شرايح وبفرزها في اكياس على حسب الحاجه، الكميه اللي انا عاوزاها، وبشيلها في الفريزر. فدي دلوقتي انا هضربها معاكم واعملها عصير، بس لازم هتتضرب بالقشر، لاني انا لو فتحتها معاكم هتلاقوا القشر واخد كميه لحم كتير جدا. هي يعني بصوا، هي اساسا بتطرى جامد. بصوا لما اجي افتحها معاكم، فلازم يعني بصوا القشر، فلازم كل ده يعني حرام هتهدر جامد، فلازم اضربها معاكم بالقشر. بيبقى طعمها حلو مش وحش. بس انا عموما لما باجي افرز المانجا بشيل القشره خالص واضربها في الخلاط لوحدها، وبتبقى طعمها تحفه. بعمل بيها حلويات، عصاير، بتبقى طعمها تحفه. وبفرز المانجا من السنه للسنه، شرايح اللحم بتاع المانجا شرايح شرايح، واشيلها في اكياس حسب الكميه اللي انا عاوزاها. بتفضل معايا زي ما هي، ما بطلعها بتبقى زي ما هي. لكن القشره نفسها طعمها بيغير. فما تفرزوش المانجا سليمه، فرزوها لحم بس. دي نصيحه مني انا عن تجربه. ويعني كل واحد حسب طريقته واللي حبه. في ناس بتحبها كده، يعني دي حاجه ترجع لهم. انا ما بحبهاش كده، يعني اذواق. فتعالوا بقى، انا هقطعها خالص، لازم هتتقطع بالقشر وكده. يعني هقطعها خالص وارجع لكم تاني. يعني بصوا اساسا ما ينفعش تفصلوا حاجه عن حاجه خالص. بصوا هي لوحدها مهريه خالص، فلازم تتضرب بالقشر، عشان لو اتضربت لحم بس هتهدر معاكم كتير. سكينة. هي يعتبر اهي كده. هنفصل بقى اللحم من البذرة. هوريكم برضو واحدة تاني. بصوا القشرة شايلة كتير، فنصيحة مني ما تفرزوش المانجا بالقشر. لان في ناس ما بتحبش اصلا تضرب المانجا بقشرها، في ناس بتحب تضرب المانجا بس كده والقشر. انا عموما بضرب المانجا لوحدها كده والقشر لوحده، بضربش الاتنين سوا. فانا مضطرة ان انا اعملها، وهنشوف. انا اول مرة اضرب المانجا كلها بالقشر بكده، فهجربها معاكم واقول لكم النتيجة ايه، وهقول لكم النتيجة بصراحة. خليكم. ده انا كده اهو قطعت المانجا. طبعا ما ينفعش خالص، دي متفرزة، دي محطوطة في الفريزر بقشرها. ما ينفعش نهائي تفرزوا المانجا. انا عن نفسي، يعني انا عن نفسي شخصيا، انا يستحيل افرز المانجا بقشرها. لاني انا لو جيت حتى عاوزه اعمل صينيه كنافه وعليها المانجا، مش هتطلع لك شريحه واحده انك انت حتى تحطي على صينيه الكنافه. دي عصير ماشي، بس عصير لازم تضربي معاها القشر، لان كده هتهدر جامد. هننزل بيها على الخلاط. وهنحط السكر. انا هحط نص كوبايه سكر او كوبايه الا ربع. دي كده بتاع كوبايه الا ربع سكر، لان السكر ده مسكر والمانجا عموما بتكون مسكره. لو احتاجنا سكر تاني هنزود، دي في ايدينا مفيهاش مشكله. وهنزود ميه، وخلي بالكم هنزود ميه كتير لان القشر نفسه بيتخن.
انا لما كنت بضرب القشر لوحده، القشر لوحده، وحتى لما تشيليها في التلاجة ولو هي سايله بتصحي تلاقي القشر نفسه، المانجا نفسها تخمر. ده لما يكون القشر بس. فانا هشوف القشر مع المانجا. انا هجربها معاكم وهقول لكم. هروح على الخلاط واضربها وارجع لكم صوت. دلوقتي انا ضربت المانجا معاكم اهو وهصفيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المانجا مضروبه بقشرها. هنفضل نعمل كده عشان نصفيها بقى تنزل براحتها. انا عامله الفيديو دوت مش هدفي يعني ان انا بضرب لكم عصير مانجا وخلاص، يعني اصلي ما فيهاش افتكاسه يعني. ان انا بوريكم والله اللي عاوز يخزن مانجا بالطريقه الصح يجيب المانجا الناشفه ويقشرها، القشر ما يستغله يضربه لوحده، يعمل بيه حلويات، يعمل عصير، لان كل ما القشر بتضربيه لوحده بيتخن. تزوديه ميه بيبقى طعمه حلو كأنك فعلا بتشربي مانجا، لكن ما تخزنهاش بقشرها. القشر اضربيه لوحده، المانجا قطعيها شرايح حطيها في الفريزر. لو بتعملي كنافه بتعملي ايا كان هتخرج تسيح، هتلاقيها ان هي الشرايح يعني كل شريحه مع نفسها كده. لكن كده لا، كده لا. والطعم بالقشر لما بتشيل المانجا بقشرها طعمها بيغير، غير لما تبقي شايله القشره خالص من عليها والله بتفضل محتفظه بطعمها. انا جربت دوت وجربت ده. بس كده ما تتكيش على دوت القشر كده فيه، ما تتكيش عن دوت، لان لو اتكيش عليها القشر ده هينزل تاني على اللي احنا صفيناه، هيمرر طعم المانجا. ده كل ده خلاص ما يعني ما ينفعش ان احنا ننزله. انا ممكن اتك كده وهتعصر وهتبقى حاجه بسيطه، لا، عشان ما يمررش عصير المانجا نفسه اللي من تحت. ادي ده عصير المانجا، انا صفيته من القشر، طب ما فيهوش اي حاجه خالص. كده نصب كوبايه. ادي عصير المانجا طعمه حلو مش وحش. انا زودت 3 معالق سكر لان المانجا ما كانتش مسكره قوي. حسب ده السكر ده حسب الرغبه. بس انا الفيديو بس بفيدكم فيه اني لا ما تفرزوش المانجا، بلاش تفرزوا المانجا بقشرها. اللي حابب، انا عندي خزين يعني، انا مفرزه مانجا كتير عندي، بس مفرزاها من غير شايله، كنت شايله القشره ومقطعاها شرايح وشايلاها في اكياس في الفريزر، وقت ما بحب انا بطلع. دي اذواق وحسب، في ناس فعلا بتحب الطريقه تخزينها بقشرها. بس انا فدتكم باللي انا اعرفه واللي انا جربت الطريقتين. لا، طريقه لما تشيلي قشرها وتخزنيها افضل بكتير من الطريقه ان انت تخزنيها بقشرها. يا رب يكون الفيديو فك وعجبكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك ودعموا قناتي. باي باي.